واش في خبارك بلي اغلبيه المكملات الغذائيه اللي كناخذوا من حديد مغنيسيوم يود وفيتامينات وبزاف ديال الحوايج واللي كيتم الترويج لهم بكثافه في مواقع التواصل الاجتماعي هما في الاصل واحد المكونات اللي ما كيخضعوش الرقابه نهائيا، وبالتالي دوك المكونات ديال دوك المكملات يقدروا يكونوا خطر على الصحه ديالك. هاد المكملات اللي كناخذوا على اساس يولي عندنا شعر زوين، بشره مشرقه، لياقه بدنيه زوينه، وهاد المكملات اللي كيحققوا عائدات بالمليارات هما في الاصل ما كيعطيوك حتى شي فائده، يعني كتخسر فلوسك في والو، بل وانك كتشري باش تضر صحتك. واش هادشي كيعني بلي كاع المكملات الغذائيه اللي في السوق ما منهاش؟ واش فعلا المكملات الغذائيه ضروريه للصحه ديالك اولا مجرد خدعه تسويقيه كبيره؟ هادشي اللي غادي نعرفوا في هذا الفيديو، ولانك يا عزيزي لا تعرف الا الفصل الاخير من القصه، دعني اطلعك على باقي القصه. يلا نبداو. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا الحمد لله بخير. الا كنتي اول مره غتشوف هذه القناه، انا كوثر منتصر، مؤسسه هذه القناه. وفكره القناه هي انني نخليك بدل انك تكون عارف غير الفصل الاخير من القصه، نخليك تعرف القصه كامله وعلاش كيدور الفيلم. فإلا عجبتك فكره القناه ما تنساش تشرفني بالاشتراك ديالك. مكملات الكولاجين واللي فيما درتي كتسمع بهم في مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيتروجوا لينا على اساس راه كيجبدوا الوجه، يطولوا الشعر والظفران، في الاصل ما كاينينش دراسات كافيه كتثبت باللي الكولاجين الخارجي فعلا كيدير هاد التاثيرات. الكولاجين في الاصل هو بروتين كينتجو الجسم ديالنا، وهو عباره على 5 ديال الانواع. النوع الاول واللي كيشكل 90% من الكولاجين الموجود في الذات ديالنا وكيكون في الجلد، الشعر والظفران. النوع الثاني كيكون في الغضروف والمفاصل. النوع الثالث كيكون في العضلات. النوع الرابع كيكون في الكلاوي، والنوع الخامس كيكون في المشيمه. الكولاجين الخارجي غالبا كيستخرجوه يا اما من الحيوانات ويا اما من النباتات. ولو اننا افترضنا ان الكولاجين فعلا كيدير داك التاثير اللي كيتروج لينا، نقدر نحسم لكم بلي الكولاجين النباتي ما عنده فاش ينفعك، يعني كيبقى لينا الكولاجين الحيواني واش هو فعال او لا. وانا غنقول لك من دابا واحد شويه. المكملات الغذائيه هو واحد المصطلح اللي كيتطلق على المنتجات اللي كتعاوننا نكملوا النظام الغذائي ديالنا. شنو قلت؟ كتعاوننا باش نكملوا النظام الغذائي ديالنا، وماشي كناخذوها كبديل للنظام الغذائي ديالنا، وما كناخذوهاش حتى بديل للادويه. المكملات الغذائيه ماشي دواء وما تقدر تعالج لك حتى شي حاجه. كيفاش؟ انا غادي نقول لك دابا كيفاش. المكملات الغذائيه كتجي على بزاف ديال الاشكال، يعني نقدروا نلقاوها كومبريمي، اقراص اولا كبسولات، نقدروا نلقاوها غبره اللي نقدروا نزيدوها في الماء ونخلطوها، ونقدروا نلقاوها عباره على سوليسيون اولا محلول. والانواع ديال المكملات الغذائيه كثار. عندك سيدي المكملات ديال الفيتامينات، كاين 13 نوع ديال المكملات ديال الفيتامينات. عندك B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12، فيتامين سي وفيتامين دي وفيتامين او وفيتامين ك. ثاني نوع ديال المكملات هما المكملات ديال المعادن. كاين 60 معدن اهمها الحديد، المغنيسيوم، الزنك، الفوسفور والكالسيوم. ثالث نوع هما المكملات ديال الاحماض الامينيه. رابع نوع هما المكملات ديال الالياف. خمسة المكملات النباتيه اولا العشبيه. سادس نوع هما المكملات ديال البريبايوتيكس والبروتيبيوتيك. شنو هذا العجب اللي بزز باش كيتنطق؟ هذا العجب عنده علاقه بالجهاز الهضمي. هاد المكملات كيزيدوا الاعداد ديال البكتيريا النافعه في القناه الهضميه باش يحسنوا الهضم. واخر نوع هما مكملات مضادات الاكسده. وهاد المكملات كاملين كيتخادوا يا اما للتجميل، يا اما باش يحسنوا الوظيفه ديال شي حاجه عندنا في الجسم، يا اما كيعطيونا الطاقه، يا اما بزاف ديال الحوايج. واش بصح كيديروا هادشي كامل ولا كيبيعونا العجل؟ احنا غاديين باش نعرفوا. والقاسم المشترك ما بين كاع هاد الانواع ديال المكملات الغذائيه انه كيتم الترويج لها على اساس راها ماده طبيعيه. واش دابا اي حاجه طبيعيه راه مفيده للجسم؟ الا تيبغى راه ماده طبيعيه واش مفيد للجسم؟ قول لي انت. ولينا نفترض كاع ان هاد المكملات الغذائيه الطبيعيه راها مفيده للجسم ديالنا، راه حتى الماكله اللي كناكلو كل نهار راها طبيعيه ونقدروا نستافدوا منها. علاش حنا هاد القرع نمشيو نمشطوا لي راسو ونخسروا الزبابل ديال الفلوس على شي حاجه اللي نقدروا ناخذوها من الماكله اللي كناكلو كل نهار؟ المكملات الغذائيه ماشي دواء وما كتخدش عليهم مراقبه اداره الغذاء والدواء قبل ما يتحطوا في السوق، يعني ما كتكونش مراقبه المكونات اللي كيتحطوا في دوك المكملات الغذائيه. واش داك المكون اللي كيتحط في داك المكمل الغذائي واش خطير ولا ماشي خطير؟ واش يقدر يسبب لك تسمم، يقدر يسبب لك امراض، يقدر يسبب لك شي حاجه؟ نهائيا واش كدار شي مراقبه على المكملات الغذائيه؟ وما كيداروش حتى تجارب سريريه باش يعرفوا واش هذا المكمل عنده اثار جانبيه ولا ما عندوش. وبما انه المكملات الغذائيه ماشي دواء وما كيعالجوا حتى شي حاجه، يقدر يدار لهم اعلانات واشهارات خياليه
ويكذبوا عليك في وجهك وانت كتشوف. فاش تجي عندك الشركه اكس وتقول لك باللي هذا المكمل الغذائي كيعالج هذا المرض ايكغيك، غتعرفها باللي كذابه، حيت كون كان علاج ما غاديش يدار ليه اشهار او لا اعلان. وبما انه انت وصلك وكتشوف داك الاشهار غتعرف باللي داك المكمل الغذائي راه ماشي علاج وما كيدير حتى شي حاجه من داكشي اللي كيذكروا. ويقدروا يكذبوا عليك ويزيدوا فيه ويحطوا لك شنو ما بغاو ديال الكذوب، ما كاينش مراقبه وما كاينش اللي غادي يحاسبهم. وهاد لاستيس تقدروا تعتمدوها حتى في مستحضرات التجميل. فاش تجي عندك واحد الشركه وتقول لك باللي هذا المستحضر التجميل كيعالج حب الشباب، غتعرفها كتكذب. شكون كان داك المستحضر التجميل كيعالج كان غيدخل في نطاق الدواء، يعني الشركه هي كتكذب عليك باش تقدر تسوق لك المنتجات ديالها. ومثلا غير في الاتحاد الاوروبي غتلقى باللي ممنوع على الشركات ديال المكملات الغذائيه تروج على المكملات ديالها انها كتعالج شي حاجه. علاش؟ حيت ما مديورين حتى شي دراسات اللي كيثبتوا فعلا باللي ديك المكملات كيعالجوا شي حاجه. وهادشي كانت صرحت به شركه جلو 25 كوراجي اللي رفعت عليها دعوه في 2022 من طرف مركز حمايه المستهلك، حيت كانت كتدعي باللي مسحوق الكولاجين كيعالج الم المفاصل وكيجبد الوجه وكيطول الشعر والاظافر. وفاش خسرت الدعوة امام القضاء صرحت باللي راه اصلا كان ممنوع عليها انها تروج باللي المكملات الغذائيه ديالها كدير فعلا هاد التاثير. كيتنصب علينا وحنا حالين عينينا، كيتنصب علينا بالعلالي والخيل التالي. الهدف من هذا الفيديو ماشي هو نخلعك من المكملات الغذائيه، الهدف هو انني نخليك تعرف واش انت اصلا محتاج لهاد المكملات الغذائيه ولا غير كيوهموك باللي راك انت محتاج ليهم. وامتى تعرف باللي راه فعلا الجسد ديالك محتاج لهاد المكملات الغذائيه. واش الا كليتي هاد المكملات الغذائيه فعلا غادي ينفعوك او لا؟ واش المكملات الغذائيه فعلا مفيده للجسد ديالنا او لا مضره للجسم ديالنا؟ هادشي كامل غادي نشرحه لكم دابا، غير تسنى واحد شويه. شوري يميك ولا يقلي يميك، شلوح شنو كتقولوا؟ يلا صحوا لي خليوني نتعلم شويه الشلحه. قلنا باللي الكولاجين هو عباره على بروتين. هذا البروتين كيكون كبير بزاف على مصارنك اولا على الامعاء ديالك باش تقدر تمتص. يعني باش الكولاجين تمتص مزيان في مصارنك اولا في الامعاء ديالك خصو يكون مقسم لايش؟ مقسم الاحماض امينيه. هذا الكولاجين فين غادي نقدروا نقسموه؟ هذا الكولاجين ما تقسموه في حتى شي بلاصه. قبل ما تاخذ الكولاجين غادي خصك تاكد واش داك الكولاجين متحلل او لا. الكولاجين في الطبيعه ديالو الا خديتيه من برا الامعاء ديالك ما غاديش يقدروا يمتصوه، في حين انه الكولاجين المتحلل يقدر ينفع الجسد ديالك. داروا بزاف ديال الدراسات على الكولاجين، مثلا في 2014 69 مرة كلاو الكولاجين المتحلل كل نهار لمده 8 ديال السيمانات فعلا تحسنات البشره ديالهم. وفي 2008 دار دراسه اخرى على الرياضيين اللي كانوا كياخذوا 10 غرام من الكولاجين المتحلل كل نهار مدة 24 سيمانة، وقالوا باللي ألم المفاصل عندهم نقص. ماشي كان عندهم التهاب المفاصل وتعالج، إلا داك الألم اللي كيكون عندهم مورا لونطريما هو اللي نقص. والمشكلة في هذا النوع ديال الدراسات هو ما نقدروش نعرفوا واش داك المكمل اللي خداو على برا هو السبب في داك التأثير اولا الماكلة اللي كياكلوا كل نهار هي السبب في داك التأثير. كما كنعرفوا الماكلة اللي كناكلوا كل نهار راه غنية بالعناصر الغذائية المختلفة. واش داك الكولاجين المتحلل اللي خداو كل نهار هو اللي ينفعهم اولا النظام الغذائي اللي كانوا غاديين عليه في ديك الوقيته هو اللي ينفعهم؟ الله اعلم. وحاجه واحده اخرى انك تزود واحد الشخص اللي عنده مستويات كافيه من الفيتامينات والمعادن، ماشي هي انك تزود واحد الشخص اللي عنده نقص في هذه المعادن او الفيتامينات. كيقول سايمون ديال من جامعه روها ميبتون في لندن انه الدراسات اللي كدار على المكملات الغذائيه ما كتكونش كافيه، كتكون قصيره المدى. والمكملات راها ماشي ادويه، يعني تقدر تخلي تاثير على الصحه ديال الانسان. وهاد التاثيرات يا اما كتبان في الاسابيع الاولى او لا في 4 شهور ولا 5 شهور، في حين انه الدراسات خاصها تدار في مده لا تقل عن عام كامل. ومستحيل الشركات ديال المكملات الغذائيه تمول هاد النوع ديال الدراسات. والحاجه الوحيده اللي نقدر نستنتجها من هاد الدراسه ديال الكولاجين ومن اي دراسه اخرى هي انه كيطراو تضليلات وتلاعبات بالابحاث العلميه باش يقدروا يسوقوا المنتوجات ديالهم ويدخلوا عائدات ماليه على ظهرك انت وعلى ظهر صحتك من الفوق. شكون مسوق لك؟ حتى شي واحد. يعني الا ما تسوقتيش لراسك وبحثتي على داكشي اللي غتدخلو لذاتك انت اللي غتجيبها في راسك. وببساطه كاع الشركات ديال المكملات الغذائيه تقدر تبيع لك الوهم وتبيع لك اي معلومه زائفه فقط باش يروجوا المنتجات ديالهم، وما كاينش قانون اللي كيوقفهم وما كاينش قانون اللي كيفرض عليهم اشنو يقولوا ولا اشنو يديروا في دوك المكملات الغذائيه.
وببساطه كاع الشركات كيستغلوا الرغبه ديال الانسان باش انه تكون عنده صحه مزيانه وصحه مثاليه فقط باش يربحوا الفلوس ويدخلوا عائدات ماديه. يعني تقدر توقع جميع الاساليب المخادعه في التسويق من طرف شركات المكملات الغذائيه، وعادي جدا انهم يوهموك انت كشخص سليم باللي راك محتاج فعلا دوك المكملات الغذائيه، حين انه انت ما محتاج لهم حتى شي حاجه. ما انه انت كشخص سليم ما عندك نقص في حتى شي عنصر غذائي، الا مشيتي دخلتي شي حاجه من على برا وتزادت نسبه داك العنصر عندك في الدم فهادشي كيشكل خطر على حياتك. مثلا غير تناول فيتامين او بكثره كيزيد من احتماليه الاصابه بالسكته الدماغيه النزيفيه او لا بسرطان البروستاتا. كتقول جوان مانا اخصائيه الاوبئه في مدرسه هارفارد شان للصحه العامه في بوسطن باللي المكملات الغذائيه الدقيقه ليست للجميع، وكيأكد برينس هضرتها وكيقول باللي من رأيي ديالي انه الناس ما محتاجينش المكملات الغذائيه الا اذا كانت شي حاجه فعلا كتاكد الحاجه لهاد المكملات الغذائيه. بالنسبه لي انا حتى شي واحد ما محتاج المكملات الغذائيه، حيت ببساطه نقدروا نوازنوا النظام الغذائي ديالنا ونحصلوا على جميع العناصر الغذائيه ديالنا من الماكله اللي كناكلوا كل نهار، الا في حالات استثنائيه مثلا الناس اللي عندهم حساسيه من شي ماده وما يقدروش يوفروا الجسم ديالهم شي عنصر غذائي من ديك الماده. هاد الناس يقدروا يلجؤوا للمكملات الغذائيه بالاستشاره ديال الطبيب، وهادشي طبعا الا كان فعلا كيتم الامتصاص ديال داك العنصر الغذائي في الجسم ديالك. فمثلا بزاف ديال الناس كيضلوا ياخذوا في المكملات الذهبيه اولا زيت السمك، وانا نيت شحال مره كناخذو. بينوا دراسات حديثه بلي المكملات الذهبيه اولا المكملات ديال زيت السمك ما كينقصوش من احتماليه خطر الاصابه بامراض القلب والسكته الدماغيه، وداروا دراسات وبائيه اللي كتدرس مدى انتشار الامراض على الناس اللي كيتبعوا نظام غذائي مزيان، يعني كياكلوا الحوت بزاف، الخضروات، الحبوب الكامله وزيت الزيتون، باللي عندهم معدلات اقل من امراض القلب والخرف. وبحال مثلا واحد الشاب اللي كان سميتو جيمس كان في الثلاثينات من العمر ديالو، كان كيتريني مزيان كياكل ماكله صحيه، بدا بشويه كيدخل المكملات الغذائيه النظام الغذائي ديالو. ما حدو كياكل في دوك المكملات الغذائيه، ما حدو كيتخلى على الماكله الطبيعيه اللي كياكل كل نهار، بقى بشويه حتى لقى راسو ولا عايش غير بالمكملات الغذائيه. في الاول لاحظ بلي الصحه ديالو ولات مزيانه ولا عنده نشاط وطاقه اكثر، العضلات ديالو كبروا. مي فاش دازو شهور قلال لاحظ بلي الصحه ديالو بدات كطيح ولا دغيا كيعيا، فاش كيدير شي مجهود بدني ولو قليل دغيا كيعيا، مابقاش قادر يدير حتى شي حاجه رغم انه كياخذ فيتامينات ومعادن كل نهار. وفاش مشى عند الطبيب لقى بلي ولا عنده نقص بزاف ديال العناصر الغذائيه رغم انه كان كياخذ لي فيتامين والمعادن كل نهار. هادشي ما نفعو حتى شي حاجه، والمصيبه ولا عنده مشكل في الكلاوي والكبده، كثرت ما كيصفيو داكشي اللي كياخذ من على برا، كبداو الكلاوي ديالو ما بقاوش قادرين يأديو الوظيفه الطبيعيه ديالهم. والعلاج ديالو كان هو انه يرجع لنظام غذائي متوازن وياكل ماكله صحيه وطبيعيه اللي كتوفر ليه بروتينات، الياف، دهون صحيه، كربوهيدرات وبزاف ديال العناصر الغذائيه اخرى. في الخاتمه الحاجه اللي غادي نقول لك هي ماشي اي حاجه تروجات لك بلي كتحل واحد المشكل تنوض تحمس وتمشي تشريها باش عرفتي راسك انت بلي اصلا عندك داك المشكل. بصح الا دخلتي قريتي على العناصر الغذائيه تلقاهم بلي مفيدين للجسم ديالنا وبزاف ديال الحوايج، ودوك العناصر الغذائيه بزاف منهم كيتنتجوا في الجسم ديالنا وبزاف كندخلوهم من الماكله اللي كناكلو كل نهار. يعني حنا في الاصل ما محتاجينش بزاف ديال المكملات اللي كيتروج باللي حنا محتاجين ليها. حتى الا كاع شكيتي باللي عندك شي نقص في شي عنصر غذائي ببساطه غتمشي عند الطبيب وغادي يخرج لك التحاليل، وهكا غادي تعرف فاش عندك النقص وتاخذ المكمل الغذائي اللي كيسد داك النقص اللي انت عندك. ومثلا الاعراض ديال نقص بعض العناصر الغذائيه كيكون كيتشابه، مثلا بعض المرات كيكون كيطيح لك شعرك، انت كتنوض كتاخذ مكمل غذائي اللي فيه فيتامين دي، في حين انه كيكون عندك الله يحفظ مشكل في الغده الدرقيه اولا كيكون عندك مشكل ديال فقر الدم وانت خديتي مكمل غذائي اللي ما عنده حتى شي علاقه داكشي اللي ناقص في الجسم ديالك. دونك باش نتفاداو هاد المشاكل كامله ان فوا تشك بلي عندك نقص في شي عنصر غذائي غتمشي عند الطبيب وهو غادي يخرج لك التحاليل اللازمه، من خلال دوك التحاليل غادي تعرف فاش عندك النقص وهكا تاخذ المكمل الغذائي اللي مناسب للحاله ديالك. الا جيتي تشوف راه بزاف ديال العناصر الغذائيه نقدروا ناخذوهم كل نهار من الماكله اليوميه ديالنا، حيت كيبيعوا لينا الوهم وكيوهمونا بلي حنا ما كندخلوش العناصر الغذائيه الكافيه، كتنوض تحمس وكتشري كومبليمون اللي داير ما بين 700 و 800 درهم باش في الاخر يكوانسي لك الكلاوي الله يحفظ ولا يدير لك شي مصيبه في ذاتك وكتصدق ما بزاف حتى شي حاجه. فراه هنا خصك تخمم 1000 مره قبل ما تشري اي كومبليمون كما كان يكون النوع ديالو. الهدف من الاعلانات والاشهارات راه باين باش يسوقوا المنتوجات ديالهم، ماشي انفو يبينوا لك باللي واحد الحفنه ديال الحبوب تقدر تفك لك المشكل اولا تقدر تغنيك على الماكله ديالك
وبدل انك تخسر الفلوس باش تشري الماكله او لا تخسر الجهد والوقت ديالك باش تنوض طيب الماكله ديالك، كاينه مجموعه ديال الحبوب فلانه اللي غادي تعوض لك هاد العناصر، وبالتالي تقدر تاكل اولا ما تاكلش. هاد الهضره ما منهاش وما كايناش نهائيا. الماكله ديالك ضروريه وما كاينه حتى شي حاجه اللي كتغنيك عليها. بعض المرات راه فعلا كيكون عندنا نقص في بعض العناصر الغذائيه، ولكن ماشي تنوض تجتهد من ذاتك راسك وتاخذ اي حاجه قالها لك راسك. هادشي ما كاينش. ضروري خصك ترجع للطبيب ديالك واش انت اصلا محتاج لذاك المكمل اولا ما محتاجش ليه. هادشي كامل غادي يبينوا لك الطبيب ديالك. فاللي تخليك خليها، ما تنوضش دير شي حاجه اللي غادي تضر بك وفي الاخر تولي كتجري في السبيطارات وكدير في العمليات. كاينين بزاف ديال الحالات ديال الناس اللي فقدوا حياتهم بسبب مكملات غذائيه اللي لا اساس لها من الصحه وما كتعالج حتى شي حاجه. فصحتك ماشي لعبه. خمم 1000 مره قبل ما تشري شي مكمل غذائي، وقرا عليه مزيان. عطا الله فين تقلب، عطا الله فين تبحث. ماشي اي مكمل وراوه لك راه صافي يصلح لك. ما تكونش ضحيه. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. شكرا على حسن الاستماع. شكرا حيت وصلتي حتى لهنا. كنرشح لك واحد من هاد الفيديوهات تفرج فيه غادي ينفعك بزاف. نتلاقاو الاسبوع القادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.